النهائي. والله أنا باتفرّج والله من كتر الضحك يعني ما باقدرش أمسك نفسي من كتر الضحك. يا جماعة كفاية نفخ في البالونة، إحنا لعيبتنا على قدّها. الهلال السعودي كان فيه 8 لعيبة سعوديين بيلعبوا قدّام مانشستر سيتي، عندهم أساسيات الكورة اللي مش عندنا، اللي ما ولا في لعيبة الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي ولا بيراميدز ولا أي لعيب في مصر، ده بوضوح. اللعيبة السعودية عندهم أساسيات كورة، بيلعبوا كورة أحسن مننا، بدليل إن منتخب مصر شباب أولمبي أول ما بيعرفش يكسب المنتخب السعودي، لإنه منتخب قوي، عنده دوري محترم، عنده حاجة في الدوري لسه ما جاتلناش، وأتمنى اللي هي تتطبّق عندنا في مصر، حاجة اسمها عدل، بيطبّقوا اللوايح والقوانين على الفرق السعودية أيًا كان هي مين، وأيًا كان اسم الفريق إيه، فبيحصل تنافسية، فبيدّيك منتج دوري سعودي قوي، ده أتمنى اللي دي تحصل في مصر، طبعًا دي من رابع المستحيلات اللي هي تحصل، اللي هي إيه، العدل وتطبيق اللوائح والقوانين، ده طبعًا مستحيل اللي هو يحصل، ده إحنا حاجة عارفينها. ليه؟ لإن إحنا عندنا النادي الأوحد، إحنا الدوري النادي الأوحد، الدوري الأهلي المصري، وليس الدوري العام المصري أو دوري النيل أو أي حاجة، يعني دوري الأهلي النيلي. إحنا ما عندناش مستوى تنافس، إحنا ما عندناش تنافس خالص، إحنا الزمالك بيخش كده بيخبّط كده بس عشان التاريخ، إنما بدون التاريخ الزمالك مش موجود، ما فيش تنافس ما بين الأهلي والزمالك، خلّينا واقعيين وواضحين. السعودية، ده أنت بتلاقي الأهلي السعودي طالع من دوري الدرجة التانية، فيرمينيو ورياض محرز و، بيتنافس أخد بطولة آسيا، تاني موسم على طول أخد بطولة آسيا. اتفرّجوا بقى السنة دي على فريق لسه طالع الدوري السعودي الممتاز، نيوم، نيوم اللي بيلعب فيه أحمد حجازي واللي قدّم عرض للزمالك. نيوم صندوق الاستثمار السعودي أخده تحت جناحه هو كمان، عامل صفقات سوبر السوبر. الدوري السعودي يا جماعة دوري قوي، السعودية فيها كورة، السعودية أحلى مننا بمراحل. الإعلام السعودي ما طبّلش ونفخ البالونة للهلال زي الإعلام المصري اللي بيعمله لحد دلوقتي، يا جماعة شوية عقل.